فكيف نحل هذه المشكلة؟ مشكلة أنه لا ولاية للفقيه على الفقهاء الآخرين، ومشكلة أنه لا ولاية للفقيه على الحوزة التقليدية للفقهاء الآخرين. فيما يبدو لا يوجد هنالك حل إلا شورى المراجع. في العراق مثلا الشعب العراقي يقلد 10 مراجع، هؤلاء العلماء يجتمعون ويقررون القضايا العامة، قضايا الطهارة والنجاسة والصلاة والقبلة، كل فرد يرجع إلى مقلده. ولكن في القضايا العامة التي ترتبط بمجموع الأمة، مثل قضايا الحرب والسلم والمعاهدات الدولية والضرائب والأحكام الثانوية وما أشبه ذلك، الفقهاء المراجع يجتمعون ويقررون هذه الأمور مجتمعين. هذا يبدو هو الحل الوحيد لهذه المعضلة. وإذا كان عندكم حل آخر فتفضل.